السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله في الفيديو ده هيكون حل تمارين الدرس الأول من حساب المثلثات وهو الزاوية الموجهة. أول سؤال عندي بيقول لي الزاوية 585 تكافئ في الوضع القياسي الزاوية التي قياسها. طبعا قلنا الشغل ده معظمه على الآلة الحاسبة. هطرح طبعا 558، هطرح منها دورة كاملة اللي هي 360 يدينا 225 درجة. الاختيار الزاوية التي قياسها 930، طبعا 930 رقم كبير فهطرح منه دورتين مش دورة واحدة يدينا 210. ال 210 تقع في الربع الثالث اللي هو الاختيار ج. الزاوية التي قياسها سالب 235 تقع في ربع، طبعا دي هزود عليها دورة كاملة يبقى هيدينا 125، يا 125 تقع في الربع الثاني. أصغر قياس موجب للزاوية التي قياسها 530 هطرح منها دي دورة كاملة يدينا 170. أصغر قياس موجب للزاوية سالب 690 دي هزود عليها دورتين هيبقى أنا عندي هنا 30 درجة. الزاوية التي قياسها 60 في الوضع القياسي تكافئ، طبعا هنا 60 هزود عليها دورة كاملة يعني 360 هيدينا 420. جميع قياسات الزوايا التالية مكافئة للزاوية 75 في الوضع القياسي ما عدا، لو بصيت على الاختيارات وانا مغمض هختار 285 لانها الزاوية الوحيدة اللي ما عدتش دورة كاملة. السؤال رقم 8، أي من الزوايا الموجهة الآتية في الوضع القياسي؟ الوضع القياسي بالنسبة لنا احنا قلنا له شرطين، هو أول رقم الشرط الأولاني إن ضلع الابتدائي على محور السينات الموجب، تاني شرط إن رأس الزاوية هو نقطة الأصل، هلاقيها إنها موجودة عندي في الاختيار ج. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا عين القياس الموجب لكل الزوايا الآتية. طبعا هنا مجرد زوايا سالبة أنا بس بضيف ليها 360 درجة، يبقى أنا أو بضيف دورة أو دورتين طبعا حسب السؤال اللي عندي. هنا سالب 52 هضيف دورة كاملة، يبقى هنا أول زاوية هنا 308 درجة. سالب 126 دي هضيف لها برضو دورة كاملة بس دورة واحدة، يبقى هنا 234. سالب 90 برضو هضيف لها دورة كاملة، يبقى هنا 270. سالب 320 برضو هتبقى دورة كاملة، تبقى 40 درجة. السؤال اللي بعده بيقول لي بقى انا عايز القياس السالب، يبقى انا هطرح 360، يبقى اول واحده 328، تاني واحده سالب 150، تالتة سالب 85، 270، يبقى هنا سالب 90، 315 يدينا سالب 45. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا اوجد زاويتين احداهما بالقياس الموجب والاخرى بالقياس السالب، يبقى انا هزود 360 وهطرح 360. انا عندي ال 40 لما ازود عليها 360 هيبقى 400، ولما اطرح منها 360 يبقى هنا سالب 320، يبقى هنا الموجب 400 والسالب سالب 320. طيب سالب 150 لما ازود عليها 360 هيدينا 210، والثانيه لما انا هطرح منها 360 يدينا سالب 510. انا مجرد مره هزود دوره ومره هطرح دوره. 930 بقى هنا خلي بالك هو عايز واحده بالموجب واحده بالايه بالسالب. طبعا هجيب هنا المكافاه بتاعتها يبقى انا هطرح دورتين اللي هي 720 اللي هي يدينا 210، وهطرح من ال 210 دي 360 يبقى سالب 150 بتكافئها، يبقى سالب 150 هي بتكافئ 930 بس بالاشاره السالب. سالب 420 هزود عليها 360 يدينا سالب 60، وبرضه سالب 420 هزود عليها بإشارة سالب يدينا سالب 708. 270 هطرح منها دورة كاملة يبقى سالب 90،
وازود عليها دورة كاملة يبقى 630. فعشان كده بيقول لك اوجد زاويتين احداهما بقياس موجب والاخرى بقياس سالب مشتركين في الضلع النهائي. هنا بيقول لي عين اصغر قياس موجب لكل زاويه من الزوايا الاتيه. طبعا هي 30 هي اصلا كده كده اصغر زاويه موجبه. هو بيقول لك عايز اصغر قياس موجب لكل زاويه من الزوايا التي قياسها كالتالي. ال 30 دي كده هيبقى اصغر قياس موجب. 90 اصغر قياس موجب. 420 دي اللي يبقى 30 وال 90 دول كده بالنسبه للزوايا ديت هي اصغر قياس موجب. ال 420 لما اطرح منها دوره كامله يبقى هنا 60 درجه. 1020 هطرح منها دورتين يدينا هنا 300 درجة. سالب 20 هضيف عليها دورة يدينا 340. سالب 315 هضيف عليها دورة يدينا 45. سالب 900 دي هضيف عليها 3 دورات اللي هو 1080 يدينا 180 درجة. السؤال اللي بعده عين لربع. أول واحدة 31 طبعا ده كده الربع الأول. 275 ده كده الربع الرابع لأنه عدى ال 270. 90 و24 ما دام عدت ال 90 يبقى كده في الربع الثاني. 420 لازم اطرح منها دوره كامله الاول هيدينا 60 يبقى ده كده الربع الاول. 1055 هطرح منها دورتين 335 يبقى ده كده الربع الرابع. سالب 50 هضيف عليها 360 يبقى 310 و310 الربع الرابع. سالب 300 هضيف عليها 360 يبقى 60 ده كده الربع الاول. سالب 720 هضيف عليها دي لو انا ضفت عليه دورتين هيدينا هنا صفر. والصفر هنا مش طبعا ملوش ربع. الصفر خلي بالك ملوش ربع. امال هنا اقول له يا مستر هنا اقول له تقع على محور السينات. طبعا هنا الموجب لان الزاويه هتكون بصفر. سالب 1050 هضيف عليه 3 دورات ل 1080 يدينا 30 ده كده بالربع الاول. يبقى لما هنا صفر طبعا ده زاويه صفريه يبقى تقع على محور السينات الموجب. بكده نكون نهينا تمارين الدرس الاول. نلقاكم ان شاء الله في فيديو اخر.